مساء الخير. النهارده كنت لازم أتكلم، كان لازم الفيديو ده النهارده أقول فيه رأيي في مغنيين مصر اللي طالعين يغنوا باسمنا بملابس فاضحة. أنا ما أقدرش أسميها أبدًا إنها ملابس محترمة أو ملابس زي راجل شرقي مصري. أنت بتمثلنا، أنت بتمثلنا، بتمثل مصر كلها. لأ، مصر أكبر بكتير من إنك تنزّل مستواها أوي كده. يعني مصر هي الشعب المصري، الراجل المصري اللي هو كُلّه شهامة ورجولة، الرجولة اللي هي ما البسش حلق، ما البسش فيليه ولا ألبس شفاف ولا ألبس حاجة بتقولوا عليها موضة. أنتم راكبكم فعلًا يعني التقليد الغرب ده الأعمى، هو ده المصيبة، إن أنتم عايزين تقلدوا بدون ما تسألوا اللبس ده بيعني إيه. هم عايزين يوصّلونا ويوصّلوا ولادنا إن أنتم قدوة لولادنا. هم عايزين يوصّلوهم إن هم يوصلوا لحاجات مش في مخّكم. للأسف أنا طبعًا ما أقدرش أعرف اللي في مخّكم إيه، وهل حد بيشور عليكم بكده بإيه؟ الشعب المصري كُلّه زعلان. الشعب المصري كُلّه كان الراجل المصري ده مشهور بملابسه وبأناقته وبشياكته وبفخامته. مش معنى إن البدلة والكرافتة لأ الموضة قدمت، لأ ده أنا هاطلع يعني ممكن في حفلات شبابية بتاع الواحد يطلع بتيشيرت وبنطلون جينز خلاص يعني تغاضينا على كده. لكن مش إحنا المصريين اللي نطلع كده أبدًا. أرجوك يا أحمد سعد تراجع، تراجع، شعبيتك تراجعت جامد جدًا بعد اللبس اللي أنت لبسته وطلعت فيه. عمرو دياب أنا ذُهلت، أنا ذُهلت، أنا من أكتر معجبينك. أنا باسمع فيديوهاتك، أنت من سننا ومن من جيلنا وما زلت جيل اللي ولادي وولاد ولادي بيحبوك. أرجوك، أرجوك يا عمرو تراجع في لبسك. وأنا مش هاقلد الغرب وأكون مُسخة، والناس ت ت يعني ت هتخسر كتير، هتخسر أقل حاجة معجبينك، هتخسر ناسك اللي بيحبوك. ما هو لبس الإنسان ده هو أهم ما يميزه. يعني أنا باحب أوي الفنان محمد فؤاد بلبسه الأنيق اللي طالع فيه، اللي كل الناس نقدته وما أعرفش فيديوهات كتير أوي نقدته. هو طالع يشكر ناس أكرموه وبيدّوا له فلوس أجر على ما غنى وما أبدع. محمد فؤاد كان طالع بيمثل الشعب المصري بأناقته، برجولته، بجماله. هو ده اللي إحنا نقول له شكرًا. لكن ويجز، محمد رمضان، عمرو دياب للأسف انضميت ليهم وأنا آسفة إني باقول اسمك معاهم، وأحمد سعد. أرجوكم، أرجوكم فوقوا لإن أنتم في خطر. وأنتم كده أنتم قدوة لشبابنا. عايزينهم إيه؟ يتعلموا منكم إيه؟ أنتم بتوصلوا لإيه؟ حلق إيه اللي أنت لابسه يا أحمد سعد؟ أحمد سعد أنت جيت في أغاني جديدة دلوقتي وبدأت فعلًا تعمل أغاني حلوة الناس بتحبك وبتحبك في الأفراح، وبدأت يبقى ليك يعني معنى شوية في حاجات وفي أغاني حلوة. بقيت فعلًا تدقق في أغانيك وبقت أغانيك حلوة، كلنا بنحبك. لكن إن أنا أشوفك مسخة كده ولابس اللبس اللي أنت لبسته في الآخر. محمد رمضان ممكن أتوقع منه أي شيء إذا كان طالع بالدولارات في كل حتة حتى في التورتة بتاعة عيد ميلاده. أنا عايزة أعرف هو عايز يقصد إيه. مصر كلها مش لاقية دولار وأنت طالع بتحط في التورتة بتاعتك دولارات وبتحط في الطيارة وأنت قاعد جنبك دولارات. أنت عايز تقصد إيه؟ هو ده الرجل المصري اللي أنت عايز الناس بتقودها ليه أو الناس هتقلدك فيها؟ إحنا آسفين يا محمد يا رمضان. أنت مش عارف أنت بتعمل إيه، أنت بتأذي نفسك وبتأذي شعبيتك. أرجوك يا محمد، مش كل الناس اللي معاها فلوس بتقول أنا معاها فلوس. الفلوس مش هي إنك أنت تبقى عظيم. للأسف الشديد لازم تعرف كده. لو خدت دولارات العالم مش هتقدر تبقى عظيم إلا بنفسك وبمجهودك وبأفلامك. عامل مسلسل حلو جديد في الآخر الناس كلها هنا خدت شعبيته كتير قوي، كل مصر كانت بتتفرج عليه. ما تضيعهوش بشوية دولارات حطيتهم جنبك، لأن مش هي دي اللي هتغنيك ومش هي دي اللي هتكبرك. اللي هيكبرك فنك، اللي هيكبرك مجهودك. أرجوكوا، أرجوكوا انتبهوا. ممثلين مصر كلهم، مغنيين مصر، انتوا قدوة للرجل المصري. أرجوكوا انتوا قدوة لينا ولشبابنا. ما تبقوش مسخة للغرب أبدا، ما تقلدوش حد وانتوا مش فاهمين اللي بيحصل ايه ومن وراه عايزين ايه ومين اللي عايز كده.
ومين اللي فرحان لكده؟ احنا الشعب المصري، كل مصر والوطن العربي كله عايز يقلد الراجل المصري في لبسه وفي شهامته وفي رجولته. اوعوا تخلونا مسخة للغرب. ويا ريت تكونوا فهمتوا الفيديو بتاعي، والسلام عليكم.